طبعًا لو قُلت لكم إن كل الحاجات اللي في الفيديو دي أنا عملتها في يوم واحد هتصدقوني، ولكن الحاجات دي أنا عملتها في 3 أيام، وده ليه؟ عشان إحنا كستات والله اتكسّحنا، فما فيش واحدة هتعمل 200 حاجة في اليوم إلا لو هي عندها فرط حركة أو وسايل مساعدة أو على السوشيال ميديا وبتضحك علينا بمنتهى الصراحة. عندي برد من يوم ما رجعت من الغردقة فنستحمل مع بعض صوتي في الفيديو. بداية الفيديو دوّة كان اليوم اللي أنا كنت رايحة أبات عند مامتي فيه. جماعة أنا مش قادرة أستوعب شكل ألف مسكن اتغيّر جدًا. المهم أنا ليه قُلت الجملتين اللي قُلتهم في بداية الفيديو؟ عشان كَم الcomments اللي جات لي إن العبور بتضيّع عمرنا، وإن كل حاجة بعيدة ويا ننزل نخلّص اللي ورانا، يا إما نخلّص اللي ورانا في البيت، وكَم السيدات اللي حاسين بمجهود جبار عشان يقعدوا في العبور، وأنا جاية أقول حقيقي إن معاهم حق. والله لحد قبل ما أسافر الغردقة بيوم كنت شايفة إن أسوأ حاجة في الدنيا العيشة في العبور، وخاصة العبور الجديدة. شقق الإسكان حرفيًا المطبخ بتاعها صغير جدًا، المكان بعيد عن كل حاجة، أشتري هدوم لازم أنزل عباس، أخرج لازم أروح مصر الجديدة، أهلي وأهل زوجي كل حاجة بعيد، حتى شغلنا كل حاجة كنا لازم إن إحنا نخرج من العبور. لحد ما سافرت الغردقة هناك كل حاجة قريبة حرفيًا، نلف المحافظة كلها في أقل من ساعة. فلقيت إني بانزل وباقدر أرجع أعمل أكل أو أغسل أو أعمل أي حاجة في البيت، مش عشان أنا صحتي أحسن لأ، لا زالت صحتي زي ما هي، زي دلوقتي عندي دور برد كده، ولكن عشان كل حاجة حواليكِ فمهما بذلتِ من مجهود هتنزلي ساعة هترجعي تلاقي اليوم كامل مكمل تعملي فيه اللي أنتِ عايزاه. بس لمّا رجعت قُلت إن أنا لازم أغيّر طريقة تفكيري، أنا هانزل في العبور مش هاخرج برّه، وهاحاول إن أنا أستكشف أماكن خروج وأماكن شرا، وأقنن خروجي برّه العبور إلا عشان نروح لأهلنا أو شغل طبعًا. ما عنديش أطباق غويطة في البيت خالص، الغسيل أو الحاجات دي عندي اللي هو المفرّغ بتاع الغسيل العادي، فهاعمل لكم review عنه، بس عامةً هو الخامة بتاعته رديئة للغاية، بس هو يكفي الغرض، ولكنه برضه غالي بالنسبة للأسعار، بس حسيت إن هو حلو عشان مش بياخد مساحة، وهو أصلًا المفروض للموب اللي هي من غير جردل، ولكن أنا هاستخدمه في حاجات تانية لإني عندي الموب اللي بجردل. نرجع لموضوعنا وخاصة إن الموضوع دوّة مش في العبور بس، ده في القاهرة عمومًا، أي حد عايش في القاهرة أكتر من نُص يومه بيضيع في المواصلات، فطبيعي هارجع مش قادرة إن أنا أعمل أكل أو مش قادرة أبذل مجهود، هاشوف فيديو إن في واحدة عملت 9000 حاجة في اليوم، فهاحس بالتقصير وأحس إن أنا مش تمام، فما نصدقش كل اللي إحنا بنشوفه. عذرًا على المنظر بس كنت باقول لكم إن هي بتلِم فعلًا، لإن ناس كتير قالت لي إن هي مش بتلِم، وهي بتتغسل بالمَيّة والصابون لإن كل أجزائها بلاستيك. كل يوم عملت حاجة وآخر يوم عملت صينية المكرونة دي، وبس كده ما تخلّوش حد يحسسكم إن هو أحسن منكم، والله شاشات ياما بتداري، وأشوفكم في فيديو جديد.